السلام عليكم، نتمنىكم بخير. أكيد سمعتوا بتناسخ الأرواح، واللي هو انتقال الروح من جسد الآخر. يعني ملي كيموت الإنسان الروح ديالو كتفارق الجسد ديالو وكتمشي وكتعيش في جسد آخر وكتعيش حياة أخرى. هذا المعتقد موجود في العديد من الطوائف الدينية، ولكن علماء الإسلام كيرفضوه نهائيا. هاد القصة اللي غادي نعاود لكم ماشي فريدة من نوعها، يعني كاين بزاف ديال القصص أخرى مشابهة. إذا بغيتو نعمل لكم عليها فيديوهات من بعد. تبعوا معي القصة لأنها قصة عجيبة وغريبة، وما كرهتي تشاركوني بالرأي ديالكم وتعطيوني شي تفسير الحالة سوميترا واللي وقع لها. غادي نمشيو سنة 1984 لواحد القرية في شمال الهند. هاد القرية كانت صغيرة وما فيهاش حتى الكهرباء، والناس اللي عايشين فيها كانوا كاملين فقراء وأميين. تما عاشت سوميترا اللي توفت الأم ديالها وهي باقة صغيرة، واضطر الأب ديالها يعطيها لبنت عمها تربيها لأنه كان مضطر يسافر باش يخدم. وهكذا سوميترا غادي تعيش يتيمة الأب والأم. الحياة ديالها ما كانتش سهلة، عاشت اليتم من جهة والفقر من جهة أخرى. وغادي تمر الأيام وغادي تكبر سوميترا وغادي تزوج وغادي تنتقل باش تعيش مع العائلة الزوج ديالها في نفس الكوخ، وغادي تبقى في نفس القرية. الزوج ديالها كان طيب ومحب، ولكن حتى هو كان كيشتغل خارج القرية وكان كيضطر يخليها لمدة طويلة بوحدها باش يمشي يخدم. ولحسن الحظ سوميترا دغيا غادي تحمل مورا الزواج، وغيجيها الطفل اللي غيخرجها من ديك الإحساس بالوحدة والشعور بفقدان الأهل اللي عاشت به حياتها كاملة. لحد الآن كانت الحياة ديالها هادئة وعادية، والعلاقة ديالها بالعائلة ديال الزوج كانت علاقة مزيانة، وكانت أم مثالية كتبغي الطفل ديالها وكتهتم به، وفين ما مشات كتديه معاها. حتى لواحد النهار غادي تبدا تبان على سوميترا أعراض غريبة. كانت ماشية تجيب الماء من البير اللي كان قريب من الكوخ، علقت الطفل ديالها على ظهرها وهزت السطل ومشات. في اللحظة اللي طلعت فيها الماء من البير غادي تحلى ديك السطل من يدها، وغادي يعمل واحد الصوت اللي غادي ينتبه له كل شيء. جاتها واحد الحالة بحال الصرع، عينه بياطو، سنانه مزيرين ويد عواجو، والطفل ديالها اللي كان معلق فيها بقى كيبكي بواحد الطريقة هستيرية. هاد الحالة ما طولتش فيها بزاف، غير شي ثواني ورجعت للوعي ديالها. حكيت عينها وملي فتحاتهم جبرت الناس كاملين دايرين بها، ما فهمت والو. ملي بقاو كيسقسيوها قالت لهم انا ما عاقله حتى على شي حاجه، ما عرفتش شنو وقع لي. هزت ديك السطال وعاود عمرته بالماء ومشات بحالها، درك كامله وهي كتفكر في داكشي اللي وقع لها، ما فهمت والو. وملي وصلت للدار ما قالت لهم حتى شي حاجه، لان ما كانتش باغا تخلعهم عليها، وفي نفس الوقت ما جاش يبالها بان هاد الحاله ممكن ترجع لها مره اخرى. ولكن هي كانت غلطه في هادشي. موراها بجوج اسابيع غادي تعاود تجيها نفس الحاله. كانت في الكوزينه كتوجد الغدا، وعاود تاني غادي بياطو عينه ويعواجو يده وسنانه كانت كتضغط عليهم علين يتهرسوا. وفي هاد اللحظه غادي يدخل ام الزوج ديالها. تخلعت من المنظر اللي شافت، كانت هذه اول مره غادي تشوفها في ديك الحاله. حاولت تعاونها تفيقها ولكن والو، سوميترا ما عملت حتى شي رد فعل. هكذاك بقات تقريبا شي 10 دقائق، وملي فاقت بحال مره اخرى ما عقلت حتى على شي حاجه وما فهمت والو. هاد الحاله غتبقى تجيها بزاف ديال المرات من بعد، وغادي تبدا تطاول فيها. شي مرات كانت كتبقى هكذاك بالسوايع، وغير كتفيق كترجع طبيعيه وما فيها والو. ولكن مع الوقت غادي تبدا تهضر وتقول شي حوايج غرابين. في ماي 1985 كانت كتقول لهم باللي شي حد كيضربها على راسها، وكانت كتطلب المساعده، ولكن غير كانت كتفيق ما كتبقى عاقله حتى على شي حاجه كما دائما. العائله ديالها قرروا يجيبوا لها الطبيب باش يفحصها ويشوف اذا كانت كتعاني من شي مرض، ولكن هو ملي شافها قال لهم بلي ما كتعاني حتى من شي حاجه وما عندها حتى شي مرض. الحاله سوميترا كانت محيره، ولكن اللي محير كتار هو اللي غادي يجي من بعد. واحد النهار، وكان هادشي في يونيو نفس العام 1985، كانت في الكوزينه وغادي تجيها الحاله عاوتاني. بدات كتبكي غير بشويه وكتقول انا غادي نموت بعد 3 ايام. الزوج ديالها والعائله ديالو تخلعوا عليها ملي سمعوها كتقول هادشي، وقرروا ما يفرقوها حتى شي لحظه
وتبقى عينهم عليها عندها تنوض تعمل في راسها شي حاجه. دازت يومين وجا نهار الثالث حتى الزوج ديالها مشاشي للخدمه، قرر يبقى معاها لانه كان خايف عليها بزاف. كل شيء كان عادي، وسوميترا جوزت الفتره ديال الصباح طبيعيه، ما بان عليها حتى شي حاجه. كانت غير جالسه ما كتعمل والو لان كانوا خايفين عليها وما كانوا كيخليوها تحادي حتى في شي حاجه. وعلى داكشي جاها الملل، خلاتهم مشغولين وخرجت تشم الهوا غير قدام الباب. ملي خرجت شافت صاحبتها كانت دايزه حدا الدار، شيرت لها وطلبت منها تجي، وفي هاد اللحظه بالذات غادي تجيها الحاله عاوتاني. في البدايه بانت عليها نفس الاعراض، عين بياطو ويد عواجو وسنانها كانت كتضغط عليهم بواحد القوه كبيره، ولكن من بعد بدات كتعمل واحد الحركه اول مره غادي تعملها. بدات كتحرك يدها في الهواء بحال الا كتقاوم شي حاجه، بحال اللي كانت في حاله دفاع عن النفس. ديك صاحبتها كانت عارفه الحاله ديالها ومشات عندها كتجري، حاولت تسيطر عليها وتساعدها ولكن ما قدرتش. اهلها دخلت كتجري للدار باش تعلم الزوج ديالها والعائله ديالو اللي كانوا غافلين عليها في هذه اللحظه. تخلعوا ودغيا خرجوا عندها بالزربه وتعاونوا كاملين باش يهدنوها باش ما يخليوهاش تأذي راسها. سوميترا بقات كتقاوم بكل قوتها، واحد شويه جمدت، دخلت في حاله سكون، ما بقات كتعمل حتى شي حركه. الزوج ديالها مشى كيجري جاب الطبيب، وملي شافها وعمل جميع الفحوصات اكد لهم باللي هي ماتت. هذا الخبر كان صادم للزوج سوميثرا والعائله ديالو وحتى سكان القريه اللي كانوا مجموعين تما. كلشي كان كيبكي عليها وكلشي كان حزين، خصوصا ان عندها طفل غادي يعيش يتيم بلا الام ديالو. النبوءة سوميترا تحققت، وهادشي كيأكد ان الوفاة ديالها ما كانتش شي حاجه طبيعيه. بعد ما الطبيب اكد الوفاة ديال سوميترا، بداو اهل القريه كيتعاونوا باش يوجدوا الجثه ديالها ويعملوا طقوس ديال الحرق، لان في هذه القريه ما كانوش كيدفنوا الجثث، كانوا كيحرقوهم. النساء اللي تكلفوا بالجثه ديال سوميترا عملوا لها جميع الطقوس باش يوجدوها للمحرقه. واحده فيهم كانت كتمشط لها شعرها، وهنا غادي توقع المفاجاه. سوميترا بدات كتحرك وفتحت عينها، شي حاجه ما كتدخلش للعقل، ناض الغوات ناض الصداع، ما عارفين واش يتخلعوا ولا يفرحوا، ومشاو دغيا جابوا الطبيب باش يشوفها ويقول لهم شنو وقع. الطبيب ملي جا وشافها كان مصدوم، ما قدرش يستوعب هادشي اللي وقع، لان الحاله سوميترا كتلغي داكشي كامل اللي تعلموا في كليه الطب. مستحيل شي حد مات يرجع للحياه، وسوميترا كانوا المؤشرات الحيويه ديالها كامله واقفين. ملي سال الفحص ديالو خرج لعند الناس باش يخبرهم، قال لهم باللي سوميترا في حاله صحيه مزيانه ورجعت للحياه، وهادشي اللي وقع معجزه وما عنده حتى شي تفسير علمي. الزوج سوميترا والعائله ديالو كانوا طايرين بالفرحه وكانوا كيقربوا منها كيبغيو يعنقوها، ولكن هي كانت كتدفعهم وكتبقى تشوف فيهم بواحد الطريقه غريبه. الطبيب نصحهم باش يبعدوا عليها ويعطيوها فرصه ترتاح، لان هادشي اللي مرت منه ما كانش ساهل وباقيه تحت تاثير الصدمه. وقال لهم هو غادي يجي لعندهم غدا باش يشوف الحاله ديالها كيف بقات. وفعلا جاز ديك الليله ولا غدا في الصباح مشى لعندهم. سوميترا كانت باقيه ناعسه، دخل الزوج ديالها يفيقها وهما يسمعوا الغوات. كانت كتقول له بعد مني، خصني نمشي بحالي، شكون نتوما؟ هو كان كيحاول يهدنها وكيقول لها بلي هي مراته وعندهم طفل باقي ما كمل العام. هادشي كان كيزيد يوترها، كتقول له انت ماشي الزوج ديالي، الزوج ديالي اخر، وانا ما اسميش سوميترا، انا اسمي تشيفا. هنا الام ديالو وحتى الدكتور دخلوا وكانوا كيحاولوا يفهموها بلي داكشي اللي كيقول لها كامل صحيح، وبلي هو فعلا الزوج ديالها وعندهم طفل تقريبا عنده عام، وبلي هي اسمها سوميترا ماشي تشيفا. وفي هاد اللحظه بدات كتغوت فيهم بواحد الشكل هيستيري، قالت لهم عائله الزوج ديالي قتلوني وانتم شنو باغيين مني، ودفعتهم وخرجت بغات تهرب من الدار، وهما خرجوا موراها وبزز باش قدروا يردوها من بعد ما وعدوها بلي ما غاديش يقربوا لها وغادي يخليوها على راحتها. داز ايام وسوميترا في هاد الحاله، والزوج ديالها والعائله ديالو كيتعاملوا معها بحذر وكيحاولوا ما يضغطوش عليها. كانوا خايفين تهرب او لا تعمل في راسها شي حاجه، ولكن مع الوقت بدات كتطلب لهم يجيبوا لها بنها اللي اسمه إنكو، يعني ماشي بنها اللي عاد ولداتو، هذاك اسمه مختلف تماما، واصلا ما كانتش كتبغي تتقرب له. وكانت كتسقسي على بزاف ديال الاسماء اخرين، والزوج ديالها والاهل ديالو ما كانوا فاهمين والو، ولكن ما كانوش كيبغيو يضغطوا عليها. المعامله ديالها تبدلت معاهم بزاف،
من بعد ما كانت طيبة ودرويشة بدات كتعامل معهم بتكبر وما كتبغيش تاكل معهم في طبسيل واحد، وكتشوف فيهم بقرف، والنبرة الصوت ديالها تبدلت، وحتى الطريقة اللي كتلبس فيها الساري اختلفت، ما بقاتش بحال الطريقة ديالهم هما واللي كانت حتى هي كتعملها شحال هادي. والاغرب من هاد الشيء كانت كتدخل البيت ديالها وتكتب رسائل وهي عمرها ما قرات ولا دخلت المدرسة. فهاد الرسائل كانوا اسماء ديال اشخاص كانت كتطلب منهم يجيو يديوها، وهاد الاشخاص هادو عمرها ما تلاقات معهم ولا كتعرفهم من قبل. داز على الوفاة ديال سوميترا والعودة ديالها للحياة شي 4 شهور، وفي هذه المدة كاملة كانت عايشة مع الزوج ديالها والعائلة ديالو بشخصية أخرى، ودائما كتقول لهم أنا تشيفا ماشي سوميترا، ودائما خصها تمشي بحالها وكتقول لهم خصني نمشي عند عائلتي، انتوما ماشي عائلتي، أنا ما كنعرفكمش. وهما كيبقاو يهدنوا فيها، كيقولوا لا حنا كنفتشوا عليهم وغير نلقاوهم غادي نديوك حتى لعندهم. وهادشي طبعا ماشي صحيح، ولكن كانت هذه الطريقة الوحيدة باش يخليوها تهدن وما تفكرش تهرب من الدار. القصة ديال سوميترا واللي كتسمي راسها تشيفا انتشرت في القرية كاملة وحتى خارج القرية، حتى وصلت لواحد السيد اسمه رام. هاد رام هذا ملي وصلته القصة بغا يتلاقى مع سوميترا، وبقى كيسقسي على الدار ديالها وكيفتش حتى وصل. ملي وصل دق في الباب غادي يفتح له الزوج ديالها، بقى كيشوف فيه وطلعوا من القاع للراس، في رجلو كان لابس صباط، وهادشي موالفينش عليه الناس ديال القريه اللي كانوا كاملين حفيانين، وحتى من اللبس اللي لابس باين لابس عليه. المهم عرف براسو وطلب منه يشوف سوميترا، قالوا انا سمعت القصه ديالها وجيت بغيت نطرح عليها شي اسئله. الزوج سوميترا ما فهم والو، ولكن سمح له يدخل. مشى عيط لسوميترا وقال لها واحد السيد اسمه رام باغي يشوفك. هي غير سمعت هذا الاسم بغات تطير، فرحت وخرجت كتجري، وغير شافته تسيبت عليه. هو بعدها منه ورجع اللور، ما عرفش علاش عملت ديك التصرف وهما المفروض ما كيعرفوش يبعطوا. طلب منها بكل ادب تجلس وقال لها انا سمعت بالقصه ديالك وجيت بغيت نوري لك شي حاجات. كان جاب معاه واحد الالبوم ديال الصور، البوم كبير، فتحو بقى كيوري لها التصاور اللي فيه وكيسقسيها على الناس اللي في التصاور واش كتعرفهم. كانت عارفاهم كاملين تقريبا، وخا عمرها ما شافتهم ولا تلاقات بهم. وصل واحد الصورة وكانت ديال واحد المرأة، وعاود سقساها قال لها واش عرفتي شكون هادي. هي في ديك الساعة الوجه ديالها تبدل وجاتها هيستيريا ودات كتبكي، قالت له كنعرف شكون في هاد الصورة، هادي اختو الزوج ديالي، هادي هي اللي قتلتني، ضربتني راسي وقتلتني. رام رمى ديك ألبوم الصور اللي كان في يدو وعنقها وبقى كيبكي معاها. هادشي كامل والزوج ديالها غير كيشوف استغرب وما فهم والو. دار لعندو رام وقال له هادشي اللي غادي نقول لك تقدر ما تيقوشي لانه فعلا صعيب يتصدق، ولكن هادي بنتي تشيفا، وكيف ما شفتي هذا كان الالبوم الصور ديال العائله ديالنا وهي تعرفت عليهم كاملين. قال له بنتي تشيفا كانت عايشه في واحد المدينه بعيده على القريه ديالكم بشي 98 كيلومتر، وكانوا عندها بزاف ديال المشاكل مع العائله الزوج ديالها، ما كانوش كيحملوها وكانوا كيغيروا منها بزاف لانها كانت قريه ومثقفه وزوينه. حنا كنا عارفين هادشي لانها دائما كانت كترسلنا رسائل وكتعاودنا فيهم على المعاناه ديالها. واحد النهار غادي يوصلنا الخبر باللي تشيفا انتحرت، رمات راسها قدام التران وماتت، وكان هذا في نفس النهار اللي ماتت فيه سوميترا بديك الطريقه الغريبه. واللي كيثير الشك هو ان العائله الزوج ديالها دغيا وجدوا المحرقه وعملوا الطقوس وحرقوا الجثه، واللي شاف الجثه قبل ما تحرق قال ما كانش يبين عليها باللي غاز عليها التران لان ما كان فيها لا تمزقات ولا دم، ولكن كانوا فيها شي ضربات على الراس وفي بعض الاماكن من الجسم ديالها، يعني بينهما قتلوها وقالوا انتحار. ونفس الهضره قالوها الشرطه وحرقوا الجثه دغيا باش ما يبقى موراهم حتى شي دليل. وملي سمعت القصه ديال سوميترا قلت يمكن تكون فيها الروح ديال بنتي تشيفا، عليها جيت لعندكم. وملي جيت تاكدت. رام مشى مباشره وعمل شكايات ضد العائله ديال زوج بنته، ولكن في التحقيقات ما قدروا يثبتوا حتى شي حاجه لان الجثه كانت حرقت، وحتى شهاده سوميترا ما كانش ممكن ياخذوا بها. العائله ديال تشيفا بغاو يشوفوا سوميترا وقرروا يعملوا لها اخر اختبار. العائله كامله خرجت تستقبلها في الباب الا الام ديالها، بقات لداخل وما خرجتش، ولكن تشيفا غير وصلت سلمت عليهم وسقستهم عليها، قالت لهم فين الام ديالي؟ قالوا لها هي كاينه معانا ما عرفتيهاش.
قالت لهم لا، الام ديالي ماشي معاكم، ودخلت كتجري للدار ومشات نيشان للغرفه ديالها، وغير شافتها عنقتها وبقات كتبكي. وبالنسبه للشخصيه سوميثرا الاصليه ما عاودتش بانت مره اخرى الا مره واحده، وكان هادشي مورا الوفاه ديالها والرجوع ديالها للحياه بعامين، والفتره قصيره بزاف. وكملت سوميترا الحياة ديالها على أساس أنها تشيفا، وربت ولادها بجوج مع بعضهم، وهكذا حتى توفات في 1998. إذا عجبتكم القصة شجعوني بشي لايك، واللي باقي ما اشترك في القناة يهبط يشترك دابا ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. مع السلامة.